لو عايزين بقى تعملوا كيك هش وسفنجي ومش مكلف خالص وهنعمله ب2 بيضة بس، يبقى لازم تجربوا الطريقة دي. النهاردة هنعمل وصفة كيك حلوة جدا، هنعملها بخليط الحليب وعصير البرتقال وبتطلع معانا رهيبة. الكيك بيطلع معانا هش وسفنجي ولونه فاتح من جوه، وكمان مفهوش اي ريحة زفرة خالص. عايزة اقولكم ان الكيك ده طعمه حلو جدا، سكره مظبوط وطري كده عامل زي الناتي بالظبط. تابعوا بقى الفيديو للنهاية عشان تستفادوا. يا ريت بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تحطوا لايك كتير للفيديو. الكيك بتاعنا النهاردة سهل وبسيط جدا، وهنعمله ببيضتين 2 بس. هنحتاج بقى بيضتين في حرارة الغرفة، بنطلع البيض قبلها من التلاجة بحوالي 10 دقايق او ربع ساعة، وبنسيبه لحد ما ياخد حرارة الجو. هنزود على البيض رشة ملح صغيرة جدا عشان تظبط الطعم، وهنزود كمان ظرفين فانيليا او نص معلقة صغيرة من الفانيليا. ودايما بقول لكم واحنا بنعمل الكيك نستخدم فانيليا بودر مش فانيليا سايلة، لان الفانيليا السايلة لونها غامق فممكن تغمق معانا الكيك شوية. نقلب البيض والفانيليا مع بعض تقليبه بسيطه كده، وبعدين هنزل عليهم بكوبايه من السكر. بالنسبه بقى لحجم الكوبايه اللي انا هستخدمها في وصفه النهارده، فهي كوبايه معياريه بحجم 250 مللي. تقدروا بقى تستخدموا كوبايه عصير او المج بتاع الشاي، بس اهم حاجه هنعاير كل المكونات بنفس الكوبايه. بالنسبه بقى لنوع السكر فانا استخدمت سكر حبيبات. اهم حاجه كمان نستخدم سكر يكون لونه فاتح، ونبعد خالص عن سكر التموين لان لونه بيبقى غامق شويه فممكن يغمق معانا الكيك. هنقلب بقى البيض والسكر مع بعض كويس حوالي 5 دقايق كده بالمضرب اليدوي، لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. القوام بقى هش كده ولونه فاتح. هنزود على المكونات كمان نص كوبايه من الزيت النباتي، واهم حاجه نستخدم زيت يكون نوعه كويس وملهوش اي ريحه خالص. هنضيف الزيت ونبدا نقلب كويس جدا. بعد كده هنضيف بقى نص كوبايه من عصير البرتقال. عصير البرتقال هنعمله في الخلاط او بعصاره البرتقال العاديه، بس اهم حاجه مش هنضيف له اي سكر خالص. هنضيف عصير البرتقال ونقلب كويس. دلوقتي هنزود كمان نص كوبايه حليب، نقدر بقى نستخدم الكميه كلها حليب، وتقدروا كمان تستخدموا الكميه كلها عصير برتقال. بس بصراحه ميكس الحليب مع عصير البرتقال مدي للكيك طعم حلو جدا. هنضيف الحليب ونبدا نقلب كويس. في الوقت ده بنقلب كويس جدا براحتنا خالص، عشان لو السكر ما دابش في الاول مع البيض بيدوب في الوقت ده. هنبدا بقى نضيف الدقيق. هنحتاج النهارده 2.25 كوباية دقيق فاخر. الدقيق لازم ندخله كويس جدا قبل الاستخدام مره او مرتين. بنضيف الدقيق كده على مرحلتين، في الاول بضيف نص الكمية وهبدأ اقلب بالشكل ده في اتجاه واحد. اول ما الدقيق بيختفي بنوقف تقليب وبنضيف كمية الدقيق الباقية. وهضيف كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر وزنها 16 جرام. ونبدأ بقى نقلب مرة تانية كويس جدا في نفس الاتجاه لحد ما كل الدقيق اللي قدامنا ده يختفي. شايفين قوام الكيك عامل ازاي؟ القوام بيكون متوسط بالشكل ده، مش تقيل قوي ولا خفيف قوي. ننزل جوانب الطبق كده ونقلب الخليط بتاعنا من تحت لفوق عشان نتأكد ان مفيش اي دقيق مترسب معانا تحت. هنجهز بقى صينية مقاس 22 نبطنها كويس جدا بمادة دهنية ودقيق، وهنبدأ نحط فيها خليط الكيك. وافضل حاجة نبطن الصينية بتاعتنا بزبدة خارجة من التلاجة ودقيق عشان الكيك يطلع معانا من الصينية بمنتهى السهولة، وكمان ما يلزقش معانا في الصينية من تحت. بعد ما بنحط خليط الكيك في الصينية بناخد الصينية نخبطها قدامنا كده خبطتين 3 عشان لو فيها اي فقاقيع هوا تخرج منها. وهندخل الكيك فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180. هنحطه في الرف الوسطاني، الفرن يكون شغال من تحت بس. هياخد معانا تقريبا من 50 ل 45 دقيقة بالظبط وهنلاقيه استوى. في الاخر خالص لو ما اخدش لون ذهبي من فوق بنولع عليه الشواية عشان ياخد لون ذهبي من فوق. اهم حاجة كمان واحنا بنسخن الفرن بتاعنا مش بنسخنه على درجة حرارة عالية، لا هنسخنه على درجة حرارة هادية. نسخن الفرن كمان قبلها بحوالي 10 دقايق. شايفين بقى الكيك طالع شكله عامل ازاي؟ هشة وطرية جدا ولونها فاتح من جوه ومفيهاش اي ريحة زفرة خالص. عايزة اقول لكم بقى ان طعمها حلو جدا، عاملة زي النايتي بالظبط. جربوها بنفس الطريقة كده وبنفس الخطوات، وانا متأكدة ان هي هتعجبكم جدا. هسيب لكم كل المكونات مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. بس انا كده خلصت فيديو النهاردة.
بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.